قصة حياة بقى مصطفى اخويا اللي عمالين يذيعوا ويقولوا ويعيدوا ويزودوا. هو انسان بسيط متجوز ومعاه بنت وواد، بعيد بعد عن اي نشاطات بقى اخوانية شيوعية ليبرالية، مفيش الكلام ده. هو بني ادم عايز يعيش، بيبقى نايم لا مؤاخذة بيبص لعياله، شايف بكره سواد. نشأنا فين الاول؟ فروض الفرج. مساكن برضو يعني عشوائيه وكده، يعني ناس غلابه. فجه حصل بقى يعني مشاكل وهدوا الحته اللي احنا فيها، فقمنا ماشيين رايحين فين؟ الوراق. قعدنا هناك مثلا يعني حسبة 3 سنين. جينا بقى على اكتوبر هنا، نتهان في حياته وهو صغير، لكن ولا طالع ولا اخوان ولا بيحقد على حد، يعني راضي بحاله. هو مش خايف على نفسه، وخايف على الواد والبت اللي معاه والست اللي معاه. فاللي ما يخافش عليهم يبقى حرام يعيش اساسا. انا بطالب المجتمع يبعد عن اخويا، مش عايز يقف جنب اخويا. مش عايز حد يقف جنبه؟ حتى لو وقف جنبه هيعمل ايه؟ ما يقدر على القدر الا ربنا. الديمقراطيه دي مش حريه راي، والناس دي كانت بتنطق بترددها كذا مره، صح؟ لما هو بقى قال بقى حريه الراي بتاعته، الكلمه مثلا زعلت ناس قوي. طب ما هو ده رايه اللي جواه اللي حسه، ولا يطلع مثلا يقول لي ياه الحاجه جميله قوي، انا كل يوم بعمل 1000 جنيه الحمد لله، ومعايا واد وبت والعربيه تحت البيت. عايز يطلع يقول لي ايه؟ طيب انا مش عايز اكلمه. ليه؟ اريح دماغي. مسحت حتى رقمه من على تليفوني. بس مش ده اخويا، بس انا لما ما احسش ان هو على تليفونه بيرن عليا ممكن انا اتوجع. لما اجي انا اتاخد ويطلعوا الرقم ويتصلوا بيه ويجوا ياخدوه بسببي، ابقى انا اللي اتوجعت مش هو. ساعتها بقى يبقى ايه الكلام. لكن لما يبقى بعيد وانا مش عارف هو فين، حتى لو مسكوني وطلعوا عيني ما اعرفش هو فين. مستشار رئيس الوزراء بيطلب اخويا. توقعت ايه اول حاجه جت في عقلك كده ان هيحصل له ايه؟ او هو عايز بصراحه قلت هحل له مشاكله، بس على اللي انا شايفه واللي حاسه واللي سامعه ده على الفيس كده مش مستريح.